تخيل إنك قررت تمشي يومياً 10,000 خطوة لمدة شهر كامل. الرقم ده مش مجرد حد أقصى، لكنه معيار عالمي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة. لو بدأت المشي بدون أي هدف أو خطة، هتحس بالفرق بعد أول أسبوع فقط. جسمك هيبدأ يتأقلم تدريجياً على الحركة المستمرة، ومعدل ضربات القلب هيتحسن، والرئتين هتشتغل بكفاءة أعلى. في البداية ممكن تحس بتعب خفيف أو شد في الأرجل، خصوصاً إذا جسمك مش متعود على الحركة الكتيرة، لكن ده طبيعي جداً وجزء من التأقلم. في الأسبوع التاني هتلاحظ فرق في الطاقة اليومية. الجسم بيحرق سعرات أكتر حتى بعد انتهاء المشي، وده معناه إن فقدان الدهون هيبدأ يظهر تدريجياً، خصوصاً في منطقة البطن والخصر. البشرة هتتحسن بسبب زيادة الدورة الدموية، والعضلات هتتقوى تدريجياً. كمان هرمونات السعادة زي الإندورفين بتزيد، وده بيقلل التوتر ويحسن المزاج العام. النوم كمان هيصبح أعمق وأفضل، لأن الجسم اتعود على تفريغ الطاقة خلال النهار. في الأسبوع الثالث التغيرات هتبقى أكثر وضوح. الأرجل والمؤخرة هتبقى أقوى، وده نتيجة الحركة المستمرة وشد العضلات. الجهاز الهضمي هيشتغل أفضل، لأن المشي المستمر بيحفز عملية الهضم ويحسن الامتصاص الغذائي. الجسم هيتعلم الاعتماد على الدهون كمصدر للطاقة بدل السكر، وده بيخلي الجسم أنحف وأخف. وزنك ممكن يبدأ يقل بشكل صحي، وده نتيجة النشاط البدني المنتظم بدون حرمان أو مجهود مبالغ فيه. في الأسبوع الرابع جسمك هيكون وصل لحالة تحسن كبيرة. القدرة على التحمل هتزيد، والطاقة اليومية هتكون أعلى. القلب أقوى، الرئتين أكتر كفاءة، والمفاصل أكثر مرونة. المزاج المستقر والتركيز الأعلى خلال اليوم هيديك إحساس بالسيطرة على حياتك. حتى عند ممارسة أي نشاط بدني تاني هتحس إن جسمك أقدر على التحمل والتحرك بشكل أسرع وأكثر كفاءة. لكن مهم جدا، المشي لازم يكون ثابت يوميا، أحذية مناسبة لحماية القدمين، وشرب مياه كافي. حاول كمان تحرك جسمك كله أثناء المشي مش بس الرجلين، وركز على الوضعية والتنفس. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن الصحة والتمارين. اكتب لي في التعليقات، هل تقدر تمشي 10,000 خطوة يومياً؟ وإيه أكبر تحدي بالنسبة لك؟ وشير الفيديو مع أصحابك اللي محتاج يبدأ حركة صح من النهاردة.